السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. عندك لحاف فايبر ومش عارفة تشيلي البقعة منه ازاي؟ تعالي في الفيديو ده اقولك عملنا اللحاف الفايبر بكل سهولة في البيت ومن غير تكلفة ومن غير مجهود، وطلع معانا زي الفل زي ما انت شايف. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. طلعت الشتوي وطلعت البطاطين. اللحاف ده طبعا متبهدل شوية، قلت اوديه عند الراجل، قال لي 140 جنيه. طب ما انا اعمله بكل سهولة وانا عندي بانيو، اعمله بالطريقة اللي بعمل بيها البطاطين وهنشوف النتيجة تحفة جدا. اول حاجة هتفرديه كده في البانيو زي ما انتوا شايفين اهو، وتسيبي عليه مية. تمام. انا بحب اغسل حاجاتي بميه تكون من السخان كده ايه، عشان تنزل كل التراب اللي في اللحاف او في البطانيه بتاعتك. بس احنا النهارده الفيديو بتاعنا مخصص لتنظيف اللحاف الفايبر في البيت عشان ما يكشش منك وما يبص وما يكلكعش. طبعا انا هامله البانيو يعني ايه، هيغطي اللحاف الميه، وبعد كده هصفيها وبعد كده هنشوف هنحط مكونات ايه عشان يطلع معانا فله، واغسله في البيت واوريهولكوا عشان ما ودهوش وياخد مني 140 جنيه. هنا بعد ما مليت البانيو بالميه، بصوا الميه منزله لون مصفر. تمام، ده من غير لسه ولا اي حاجه، ما حطيناش اي حاجه. هنفضي الميه دي، هدوس بقى على البيبه دي بتاعت البانيو وانزل الميه عشان يبقى مفهوش تراب. ونشوف بقى ايه هنعمل ايه. هقول لكم هنعمل ايه برضو عشان ما اطولش عليكم الفيديو على ما الميه تتصفى. ده كلين اللي عملت بيه فيديو قبل كده، عملت بيه الركنه. بصوا النتيجة تحفة جدا. هتلاقوا الفيديو هنا في القناة. ده منظف للمفروشات والستاير، وعملت بيه الركنة، كانت النتيجة روعة الروعة. تمام. ومش غالي، ده ب25 جنيه. هنحط بقى منه بعد ما المية الصفرة دي تنزل خالص ويتصفى، هنحط منه على اللحاف كله. وطبعا انا بحب الحاجة زيادة الخير خيرين بحب انضف اكتر. عندي كيس كلوريكس الوان برضه هحطه معاها. تمام. وهننقعه ليلة كاملة، يا اما من بالليل للصبح يا اما من الصبح بالليل، زي ما وقتك آه يعني الوقت اللي مناسب ليكي. يعني نقعي فيه اكتر وقت ممكن عشان يديكي نتيجة حلوة وينضف معاكي. تمام. هتحطي ايه تاني يا منى؟ مش هحط حاجة تاني الا بعد ما اشطفه. هحط شوية دوني عشان تديله ريحة حلوة. تمام. هستنى بقى المية لما تتصفى وهنحط مع بعض المكونات اللي قلتلكوا عليها. تمام كده، شايفين طبعا انتوا البقعة دي كلها تختفي ان شاء الله. صفينا المية، هنحط بقى كلين اللي بقولك عليه ده، هنوزعه كده كمية بقى اللي انت عايزاها حسب ايه اللي موجود عندك. تمام. وفتحت الكلوريكس الالوان برضو حطينا منه، ونحط مية سخنة من السخان. مش عندي يا منى مية سخنة، والمية ساقعة برضو زي الفل. انا بس ايه بقولك على الطريقة اللي انا بعمل بيها عشان الحاجة تطلع معايا تحفة وجميلة. اهو هنشغل بقى المية ونسيبه بقى لما يتملي خالص ويغطي المكونات دي كلها، اللحاف كله عشان كله يبقى منقوع. وهسيبه بقى ليلة كاملة وهوريهولك بعد ما اشطفه ولما نشره ولما ينشف عشان تبقي ماشية معايا خطوة بخطوة. طب يا منى انتي ما غسلتوش السنة اللي فاتت ليه؟ انا كنت لسه والدة وما قدرتش اغسله بعد الشتاء، ما قدرتش اغسله، فقلت طبعا ايه لازم انضفه ويبقى ريحته حلوه والبقعه اللي فيه دي تطلع. تمام. مش هطول عليكم الفيديو، يلا هبيته بقى ليله كامله ونشوف بقيه الخطوات مع بعض عشان لو هتغسلي اللحاف بتاعك تمشي بنفس الخطوات عشان يديكي النتيجه حلوه. هنا بقى بعد ما بات ليله كامله
مش قادره اوصف لك الجمال والحلاوه. يعني الريحه في الحمام تحفه جدا. طبعا الكلين ده ريحته جميله جدا. هصفي بقى الميه دي واشطفه، واحط شويه دوني كده واصفيه، واوريكي بقى بعد ما يتصفى واحطه في الشمس ونضفته بقت عامله ازاي. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بصوا النظافه، مش قادره اوصف لكم. طبعا الاضاءه مش مساعداني. بصوا الجمال هيبان اكتر طبعا لما ينشف خالص، وافرشه لكم بقى على السرير ملوكه واوريكم الجمال والحلاوه. تمام. انا كده بقى ايه، الميه اهي نازله بيضه. هسيبه بقى يتصفى عشان انشره بقى في البلكونه ويتشمس كده وينشف خالص، واوريكي بقى ايه المنظر الجمالي في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. وهنا بقى بعد ما تصفى خالص، طبعا عشان مش عايزين مشاكل مع الجيران ولا غسيلك بينقط عليا ولا الحوارات دي، بعد ما تصفى في البانيو جيت حطيته بقى في الشمس. ودي بقى الخداديه برضو غسلتها معاه. بصي مش قادره اوصفلك على الجمال، وبقى تحفه ازاي اهو. هنستنى بقى ايه لما الشمس كده تيجي عليه وينشف وافرشه واوريكي النظافه. هي النظافه اللهم بارك باينه. بصي تحفه جدا، وريحته بقى الدوني مع الكلين مش قادره اوصفلك على الجمال. يا بخت اللي يتغطى بيه. تمام. هوريكي بقى ايه بعد ما ينشف النظافه والجمال. عشان تجربي بنفس الطريقه. لو عندك لحاف فايبر ما تودوش المغسله. وهنا بقى بعد ما اللحاف نشف وبقى جميل وريحته حلوة وتحفة جدا. بصوا الجمال اللهم بارك، جميل ونضف بقى في منتهى الجمال. جربوا. لو عندك لحاف اطفال او لحاف فايبر او اي لحاف عايز يتغسل، اوعي توديه يتغسل بره، اغسليه زي ما انا وريتك في الفيديو وهيبقى في منتهى الجمال. بصوا الجمال، بصوا البقع كلها اللي كانت هنا اختفت تماما. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.